هلا والله معاكم ده. قسما بالله انه الغرب متناقض بشكل مو طبيعي. اول شيء كانوا بدعموا الشواذ والمتحولين الجنسيين لدرجه انه حتى الاطفال كان لهم الحريه باختيار الجنس تبعن. طفل ما بيفهم شيء خلوه قالوا له عادي انت اختار، حابب تكون بنت، حابب تكون ولد، حابب ما تكون اي شيء انت اختار. والان بكل بساطه عم بيحاولوا يطلعوا نفس المظلومين، والموضوع حرفيا كتير كبير لدرجه انه ترامب والنصاب لوغان بول وايلون ماسك طلعوا وتكلموا عن الموضوع، واللي هو موضوع ايمان خليف. بهذا المقطع بنحكي عن القصه كامله وتناقض الغرب الغبي اللي شفناه. لكن قبل ما نبدا المقطع بتمنى انك تضغط لايك وتكتب كومنت، لانه حرفيا الكومنت بيساعد المقطع بشكل مو طبيعي انه ينتشر. فقدر تعبي وحط لايك وانزل تحت اكتب كومنت جميل مثلك. والان خلونا نبدا. إيمان خليف هي ملاكمة جزائرية، وركزوا كتير منيح على كلمة ملاكمة. واللي صار انه إيمان خليف كانت مشاركة بالأولمبيات اللي بباريس، وتواجه ضد ملاكمة ثانية إيطالية، وطبعا الملاكمة الإيطالية انسحبت بعد 40 ثانية بس. حرفيا أكلت بوكسين، أول بوكس ثاني بوكس وانسحبت. لكن المصيبة كانت لما الملاكمة الدلوعة الإيطالية طلعت وصارت تحكي انه إيمان خليف هي الذكر متحول لأنثى، وانه هذا الشيء غير عادل. وتخيلوا معي الدليل الغبي اللي كانت جايبيته، الدليل الغبي اللي اعطته للناس. الدليل كان انه بحياتها ما اكلت بوكس قوي لهاي الدرجه. وات ذا فك از ذات شيت، غباء مو طبيعي. وحكت انه كانت بدها تفوز عشان والدها المتوفي. يعني حرفيا واضح انه عم تستعطف الجمهور، واضح الاستعطاف اللي كانت عم تحاول توصله من الجمهور. بس الحقيقه بالكامل انه ايمان خليف هي بنت، وحتى انه عندها صور وهي صغيره كانت بنت، وعندها مقاطع مسجله هي صوتها صوت بنت يا جماعه الخير. وغير كل هذا التحول الجنسي بالجزائر ممنوع، يعني اللي بتحول ممكن ينسجن وممكن يضيع حياته وفي عليه عقوبات، وحرفيا اللي بتحول هنيك بضيع حياته على الشيء السيء. صح يا جماعه الخير. وغير كل هذا الملاكمه ايمان خسرت في مباريات ضد بنات من قبل، يعني سجلها ماله كامل بالانتصارات. وانا باكد لكم انه لو كانت رجال متحول باكد للجميع انه ما كانت رح تخسر ضد اي بنت حتى لو كانت ملاكمة. وهذا مو تقليل من البنات، لكن ربي سبحانه وتعالى خلق الرجال أقوى وبهرمونات ذكورية أقوى، وهي سنة الكون. شيء طبيعي إنه الرجل يكون أقوى من البنت. لكن لا، لوغان بول وجماعة الغرب كان عنده الرأي ثاني. لوغان بول طلع وقال إنه هو متعاطف مع البنت، وإنه المتحولين الشباب ممنوع يشاركوا، وإنه هذا الشيء غير عادل. غير عادل يا نصاب، غير عادل يا حرامي. الغير عادل انك تضحك على متابعينك في عملة رقمية وتاخذ فلوسهم وتهرب. الغير عادل بالموضوع انك تصور شخص وهو قاعد عم ينتحر وتقعد تضحك عليه، ها 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 او ماي جاد. انا بوريك بفضح جدك، وبالتحديد باليابان كمان. قسما بالله بشفق على الناس اللي لساتها بتصدق هذا النصاب بعد كل هذا الكذب. لا، وحتى ترامب طلع وحكى انه رح يمنع المتحولين الشباب يشاركوا في المباريات البنات لو صار رئيس لامريكا. وصراحة هذا الشيء صح تمام، لكن لو كانت فعلا ايمان خليف هي شاب يمكن تكون ملامح وجهها ملامح وجه شاب، لكن حرفيا فيني احكي نفس الشيء على البنت الايطاليه. بالله دققوا على وجهها، دققوا على وجه الملاكمه الايطاليه. وين الانوثه بالموضوع؟ خبروني يا اخي. حتى الملقب صخره اللي كان معي بالمدرسه عنده انوثه اكثر منها. واخيرا ايلون ماسك. يا ايلون ماسك، شو بدي احكي عنك لحتى احكي؟ حرفيا يعني انت اكبر دجاجه شفتها بحياتي. بالبدايه كان طالع بيحكي انا هو العدل وانا بخلي الناس تعبر عن رايها بكل حريه، وبعد بفتره بس جدا بسيطه صار يضلل على الاخبار اللي بتصير مع اخواننا بفلسطين، وبطلت تطلع لكل الناس حرفيا. وقبل باسبوعين، حرفيا قبل الاولمبيات باسبوعين، بس باسبوعين جابوه مثل الكلب يسفق للنتن الخنزير. حرفيا شحطوه من مكانه وخلوه مثل الكلب يسفق لهذا النتن الخنزير. واخيرا خلينا اول شيء نتفق انه المتحولين مو لازم يشاركوا بالبطولات ابدا تماما، لانه حرفيا كيف بيصنفوهم؟ كيف بيصنفوا هذا الرجال ولا انثى؟ لكن التناقض في الموضوع انه الغرب بيدعم الشواذ والمتحولين وهاي الفئات بس لما هو بده، ولما يجي الموضوع على العرب بنعكس الموضوع بالكامل وبصير ظلم وغير عادل. مع انه بنرجع بنحكي انه ايمان خليف هي بنت، بس لا، هم بغيروا المواضيع وبديروا الامور حسب ما هن بدن وحسب مصالحهم. المهم بهذا المقطع طلعت كل شيء بخاطري ورديت على اغلب المشاهير الغرب حرفيا، لانه حرفيا ردودهم كانت مستفزه وفيها تناقض مو طبيعي يا جماعه الخير. وقبل ما انهي المقطع بتمنى انك تشترك في القناه. حرفيا اكثر من 90% مو مشتركين، فليش يا اخي؟ اشترك في القناه، خلونا نوصل لحلمنا وهدفنا ال100,000 مشترك، وحط لايك واكتب كومنت جميل زيك عشان زي ما قلنا المقطع ينتشر لأكبر عدد من الناس. وبس والله كان معكم داي وبيس. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.